خناقه جعفر العمده مع عائله فتح الله ترند مصر الاول. انت متخيل؟ شفت قد ايه احنا بنبحث عن حاجات قيمه. خناقه جعفر العمده مع عائله فتح الله، رغم التفاهات اللي احنا وصلنا لها الا ان الشعب المصري ابن نكته فعلا. سابوا الخناقه وسابوا الهيلمان وسابوا جعفر العمده وسابوا عائله فتح الله وسابوا الخناقه الكبيره وركزوا في كلثوم محمد رمضان، وقالوا ان كلثوم محمد رمضان هو سر شجاعه جعفر العمده، وقالوا كمان ان كلثوم فيه قدرات خارقه وهو اللي ساعد جعفر العمده علشان يعمل الشو الكبير ده في الخناقه. مسلسل غريب فعلا، وفي مواقف فيه لو ركزت هتلاقيها كوميديه. جعفر العمده متجوز 4 وغاصب عليهم انهم ما يخلفوش، وواحده منهم قاتل اخوها وساجن التاني وضارب التالت وكاسر عين العيله كلها ومديهم علقه موت. كان سر شجاعته فيها هو كلثونه. انا مش متابع المسلسل بس عندي فضول اشوف المشهد اللي بيعيط فيه بعين واحده منتهى الحزن، او هو بينتقم وبيجيب حقه من الاشرار، او يتسجن وبعد كده يجيب حقه من الاشرار، ومع موسيقى حزينه وعين واحده بتعيط ويقول بصوت حزين ان الدنيا عايزه اللي يجيب حقه بدراعه، الدنيا مش عايزه الغلبان، الغلبان بيدوسوا عليه، لكن انا من هنا وجاي لازم اقسى لان الناس بتحترم القوي مش الضعيف. الدنيا مع اللي بيجيب حقه بدراعه او بكلثونه. دوس لايك وتابعني، وغالبا كلثوم محمد رمضان هتدوس لايك وتابعني.